السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى راكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غندير معكم العجينه ديال كعب غزال مع العقده. المهم حلوه ديال كعب غزال نديرها معكم. هنا عندنا هنا في العجينه 200 غرام ديال الطحين الفورس، نوع جيد ديال الحلوى. غادي نزيد معاه معلقه كبيره ديال الزبده دايبه، وغادي نضيف نفس المعلقه غندير بها معلقه كبيره ديال الزيت، ونفس المعلقه غادي نعبر بها معلقه كبيره ديال العسل، وغندير قبيصه ديال الملح، وغنجمع العجينه بما الزهر. الا عندكم الروح ديال الزهر تقدروا ديروا قطرات ديال الزهر صافي. ونسيت ما قلت لكم غنزيدوا مح بيضه، واحد المح ديال البيضه راه زدتو، وغتعجنوا العجينه بما الزهر كتجمعوها. المهم العجينه خصها تكون قاصحه، ما دوهاش رطبه، تكون قاصحه يعني شاده في راسها، لان مازال غادي نديروها في هذا في بلاستيك غذائي. وغادي باش الا بغينا نشكلوا الكعبه تجينا ما تعذبناش. المهم غنجمعوا هاد المقادير هادو، غنرملوهم مزيان، نرملوهم وغنزيدوا عليهم ما الزهر حتى كتجمع العجينه. هانتوما العجينه فاش جمعتها، هانتوما راه قاصحه العجينه، غير جمعت ليا صافي. غنحبس ما الزهر وغادي نديرها في بلاستيك غذائي باش نمشي نوجد العقده ديال اللوز. المهم هاد العجينه هادي كتجي واعره واعره، كتجي رطبه يعني مع العقده فاش كطيب كتجي رطبه، ما كتجيش قاصحه وما كتجيش يابسه، كتجي فنه، كتجي فتيه دغيا دغيا كتجي دغيا هذا التمضغ، كتجي الصراحه بنينه الصراحه. المهم هنا في العقده ديال اللوز غنديروا نص كيلو ديال اللوز، هنا راه مفسخ وبيض ليله حتى نشوف مزيان، عاد غادي نطحنو ان شاء الله. المهم هاد العقده ديال اللوز حتى هي كتجي بنينه الصراحه. انا هاد الكعبه هادي خديتها عند صاحبتي، ما كنبدلهاش نهائيا، هي اللي كندير. المهم دابا غادي نطحن اللوز. الطحنه الاولى غنطحنوه بلا سكر بلا والو، غنطحنو الطحنه الاولى ما غاديش ندير فيها السكر. الطحنه الثانيه عاد غادي نديرو رابعه ديال السكر، 250 غرام ديال السكر. انا كنقص ما كنديرش، درت انا هنا غير 200 غرام د السكر، قل كاع من 200 غرام. غادي نخلط مزيان، غنخلطو مع اللوز وغنضيف عليه جوج جوج حبات ديال المسكه حره، كندير غير جوج حبيبات صغار ديال المسكه حره. دابا غنخلطو مزيان وغنعاود نطحنو عاوتاني المره الثانيه. هنا من بعد ما طحنتو كما كتشوفوا راني طحنتو مزيان. دابا غادي نزيد عليه المقادير اللي غادي هاد العقده باش تجي بنينه، يعني ما يمكن ليناش نديرو غير اللوز بوحدو. هنا العقده غنزيدو نضيفو ليها معلقه كبيره ديال الكوفيتير ديال الخاص بالحلويات ديال المشماش، وغادي نفس المعلقه غنديرو فيها الزبده مذوبه، معلقه نوازيط، معلقه كبيره نفس المعلقه الزبده نوازيط، طيبتها مزيان، عاد كتعطي فيها واحد البنه في هاد العقده يا سلام. المهم كنخلطو كلشي، كنخلطوه بما الزهر حتى كتجمع لينا العقده وكتعطينا الطوع، كنشكلوها كيف ما بغينا. انا غير هنا كنصور بواحد، كنصور غير بالتليفون بغير بيديا، ما درتش ليه داك السيبوره ديالو. المهم العقده كتجي واعره، كتجي كتشكلها كما بغيتي. هانتوما كما كتشوفوا كتشكلوها كما بغيتو، وكتجي حتى في المذاق كتجي بنينه الصراحه، كتجي بنينه. المهم هنا الكعبه ديالي بعد ما شكلتها، انا ما مشى ليا المقطع ديال الفيديو، ما تصورش ليا فاش كنت كنشكلها. المهم كنبيتها ليله
وفي الغد فاش نبغي نطيبها كنتقبها بالفنيته، فنيته تكون معقمه، وكنتقبوها من جميع الجوانب باش ما تنفخش لينا في الفران، وكنديرها على الفران يكون بارد، كندخلها في الفران بارد، العافيه تكون ناقص كاع 180 درجه، 150 درجه. طيبتها في الفران ديال الغاز، نقصت عليها الفران وخليتها كطيب على خاطرها، المهم 10 دقائق، 10 دقائق تقريبا ديال الطياب. اللي بغا تحمر راه كيزيد يحمر فيها، اللي بغا هكا كتكون هكا. المهم العجينه كلشي على العجينه. العجينه فاش كتشكلوا الكعبه، العجينه خصها تكون رقيقه رقيقه، نقولها لكم خصها تكون العجينه رقيقه، يعني تخرجوها بديك الاخر ديال الاله ديال الشباكيه، الاخر ديالها باش تجي رقيقه، وكتكون بحال هذا الشكل هذا. انا طيبتها، انا حمرتها واحد شويه في الطياب قبل ما تدخل الفران. كندهنها بيضه وجوج معالق السكر سنيده، نخلطهم مزيان وكندهن بها الكعبه باش تعطي هاد اللمعان هذا. راه ما كتجي فيها لا زفوريه لا حتى حاجه، كتجي هاد الكعبه هادي قسما بالله كتجي بنينه بنينه ورطبه، كديها في الفم كتذوب الصراحه، كتجي بنينه. جربوها على حسابي. ايوا هذا هو الشكل ديالها، ونتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وبالصحه والراحه. الفيديو واحد اخر ان شاء الله.